هاي بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون عن اهم المنتجات الاساسيه اللي لازم تكون عند كل بنت، سواء بقى في فصل الصيف او في فصل الشتاء. يعني الحاجات دي اساسيه معانا طول السنه. في الاول خلينا عارفين ان احنا كبنات لازم نكون واخدين بالنا من نفسنا، واخدين بالنا من ريحتنا ومن مظهرنا ومن لبسنا. ما نستناش اي حد يعلق علينا في حاجه، ولازم دايما تكون ريحتنا نظيفه سواء انت قاعده في البيت او في الشارع. خلينا ندخل على اول ستيب معانا وهي الشاور. طبعا الشاور بداية النظافة، لازم قبل ما ننزل المشوار بتاعنا نكون واخدين شاور، وبعد ما نيجي من المشوار بتاعنا لازم 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 ناخد شاور، ننزل بقى العرق والتلزيق والتراب اللي على جسمنا. فدي كده اول نقطة معانا. فخلينا متفقين قبل ما انزل المشوار بتاعي لازم ادخل اخد شاور، حتى لو هغسل بس جسمي. وتاني حاجة مهمة معانا بعد الشاور الديودرنت. طبعا الديودرنت مهم جدا، وخصوصا في الجو اللي احنا فيه ده لازم تستخدمي الديودرنت على مكان نظيف. يعني ما ينفعش نحط ديودرنت على ديودرنت، لا، الديودرنت بتتحط على مكان نظيف. حتى لو انت مش هتقدري يعني تاخدي شاور، ممكن تغسلي المنطقه بميه وصابون وبعد كده تحطي ديودرنت. ما ينفعش نحط ديودرنت على ديودرنت عشان الموضوع هيبقى صعب جدا. وهنا انا بستخدم الديودرنت بتاع استرفل، وده شكلها. سعرها حوالي من 100 ل 130، وبتثبت معايا طول اليوم، مش بحتاج ان انا احط تاني. ولو الديودرنت بتاعت ستارفل غالية على بعض البنات، ففي برضو بودرة ايفا بتاعت العرق، دي برضو ممتازة بصراحة. انا كنت بستخدمها قبل ستارفل وتقريبا بتدي نفس النتيجة بالظبط، بس هي بودر من جوه مش رول زي بتاعت ستارفل. وخلينا عارفين يا بنات، مش لازم عشان نكون نضاف وريحتنا حلوة نشتري حاجات غالية. ممكن نشتري حاجات سعرها رخيص وعلى قد ايدينا وهتدينا برضو نفس الافكت ونفس النتيجة. فمش لازم اشتري حاجات غالية قوي، لا، انا اشتري حاجات في متناول ايدي وتديني نفس الافكت بتاعت الحاجات الغالية. تالت خطوة معانا وهي ازالة الشعر، سواء بالشيفينج او بالبراون او بالليزر بسويت، بالطريقة اللي انت تحبيها. بس نحاول على قد ما نقدر ما نسيبش اي شعر زايد في اي منطقة في جسمنا، لان طبعا مع الشعر الكتير حركة هيعمل ريحة وحشة غصب عننا. فنحاول على قد ما نقدر ان احنا نشيل الشعر كل ما يطلع. رابع خطوة معانا وهو الغسول. لازم يكون عند كل بنت غسول مناسب لبشرتها، وزي ما قلت لكم مش لازم نشتري حاجات غالية. انت ممكن تشتري غسول في متناول ايدك، بس المهم يكون مناسب لبشرتك، ده اهم حاجة. مش مهم هو نوعه ايه، مش مهم هو سعره كام، المهم يكون مناسب لبشرتك. بلاش نستخدم الصابونة على وشنا نهائي، عشان هتسبب لنا اضرار بعد كده، بتطلع حبوب، بتنشف البشرة، بتعمل مشاكل كتير جدا. لازم يكون عندك غسول مناسب لبشرتك. انا هنا بستخدم استرفل اللي هو ده شكله، هو مناسب جدا لكل البنات اللي بشرتها دهنيه، لان انا بشرتي دهنيه طبعا. فالغسول ده معايا كويس جدا، مش بينشف البشره، مش بيطلع لي حبوب. لما بغسله بحس ان انا وشي بيتنفس. وسعره برضو مش غالي، في حدود من 100 ل 150 تقريبا، مش عارفه سعره بالظبط كام، بس هو يعني في متناول ايدينا، مش غالي قوي. وكنت جايبه الغسول ده كغسول مقشر، بس هو ما نفعش لبشرتي خالص، فحاليا بستخدمه يعني على جسمي شاور جيل. يعني منصحش البنات صحاب البشرة الدهنية ان هم يجيبوا المقشر ده، صراحة مش هيبقى احسن حاجة ليهم. خامس حاجة معانا وهو السان بلوك، خصوصا في الجو اللي احنا فيه والشمس الحارقة اللي احنا فيها لازم نستخدم سان بلوك. مش مهم برضو تجيبي نوع غالي قوي، هاتي نوع في متناول ايدك ويكون مناسب لبشرتك. انا هنا بستخدم السان بلوك بتاع كوليجرا، هو معايا مناسب جدا لان انا بشرتي دهنية، فهو ماشي مع بشرتي جدا. هو سعره مش غالي، هو ده شكله. انا بصراحة ما جربتش غيره، يعني كل ما بيخلص بروح اشتري واحد تاني. فهو بصراحة مناسب جدا معايا. هو البشرة بتمتصه بسرعة جدا وبيسيب اثر دهني كده على البشرة، بس بتروح يعني مع الوقت. صراحة كويس جدا جدا بالنسبة لسعره. السان بلوك طبعا لازم يتجدد كل ساعتين. انا بصراحة مش بهتم بالنقطة دي قوي، يعني انا بعمل اللي عليا وبحط سان بلوك قبل ما انزل، فببقى مش عارفة اجدده كل ساعتين، فانا بكتفي بيه قبل ما بنزل. الحاجات الاساسية معانا برضو وهي ترطيب الجسم. لازم بعد ازالة الشعر نرطب جسمنا كويس،
عشان نتجنب اسمرار الاكواع والركب والكلام ده كله. فطبعا الترطيب لازم يكون من ضمن الروتين بتاعنا. هنا انا مش برشح لكم حاجه معينه، انتوا ممكن تجيبوا اي كريم ترطبوا بيه جسمكم، المهم بس ان انت لازم ترطبي. وطبعا من الحاجات الاساسيه اللي لازم تكون من ضمن الروتين بتاعنا وهي الترطيب. لازم طبعا بعد ما نغسل وشنا بالغسول لازم يبقى في ترطيب وراه. اسمع بنات كتير قوي بشرتها دهنيه بتقول ان هي ما بترطبش وشها عشان بشرتها اوريدي بتفرز دهون، فده مش صح خالص. البشره الدهنيه بتحتاج ترطيب زي البشره الجافه، زي اي بشره لازم تترطب. انا هنا بشرتي دهنيه وبستخدم اللي هو شان كريم، ده شكله. عايزه اقول لكم ان شان كريم مناسب لكل البشرات تقريبا، مناسب للبشره الجافه، مناسب للبشره الدهنيه، فهو بصراحه يعني مرطب كويس جدا جدا جدا. وبالنسبه بقى لاصحاب البشرات الدهنيه عايزه اقول لكم ان في نوع تاني من شان بس اسمه شان جل، مش شان كريم. يعني ده شان كريم، التاني اسمه شان جل. شان جل احسن للبشره الدهنيه. انا كنت بستخدم شان جل وكان مناسب جدا معايا، البشره بتمتصه بسرعه جدا وهو خفيف جدا جدا على البشره. فانا انصح صحاب البشرات الدهنيه ان هم يجيبوا شان جل مش شان كريم. هو شان كريم كويس جدا بس تقيل حبه على البشره الدهنيه. انا كنت جبته عشان اجربه، بس هرجع تاني اجيب شان جل لان شان جل احسن للبشرات الدهنيه. لكن بالنسبه للبشره الجافه فشان كريم هينفع جدا جدا ليها لان هو قوامه تقيل شويه. وده برضو مرطب للبشره كنت جايباه، هو بيتحط بالنهار بيدي ترطيب اعلى. هو ده شكله. لكن انتوا ممكن تستكفوا بشان سواء جل او كريم، يعني مش لازم تجيبوا حاجه تاني معاها. ونسيت اقول لكم ان هو برضو سعره مناسب جدا جدا جدا، وبصراحه حلال فيه الفلوس. وبرضو من الحاجات المهمه اللي لازم تكون عند كل بنت وهي البادي لوشن. البادي لوشن مهم جدا جدا، بيبقى فيه مستات صغيره كده، ممكن تاخديها معاكي في الشنطه. هي مش عندي حاليا بس انتوا ممكن تشتروها وتخلوها دايما معاكم في الشنطه ترشوا بيها وانتوا بره. بادي لوشن دايما بيبقى ريحته هادي قوي. عندي ده اللي هو كوزي دريم، هو ريحته خفيفه خالص، يعني ريحه النظافه. انتي بعد ما بتاخدي الشاور بترشي منه على جسمك، بيقعد فتره طويله، ولو رشيتيه على هدومك وانتي بره ريحته ما بتبقى زهراء خالص. ده لما حد يقرب منك قوي هيشم ريحه نظافه، مش هيشم ريحه برفيوم ولا اي حاجه. كوزي دريم تحفه، وكل البادي لوشن بتاع ايفا بصراحه تحفه. وعايزه اقول لكم في بودره كده بتبقى معطره للجسم زي بتاعه الاطفال، بس دي مش بتاعه اطفال، يعني بتشتريها من الصيدليه، هي سعرها مش غالي. دي بديل البادي لوشن لو في ناس يعني مش عايزه تجيب بادي لوشن عشان ممكن يكون غالي عليها، ممكن تشتري البودره المعطره للجسم دي من اي صيدليه. وبصراحه ريحتها حلوه قوي قوي، بتحطيها على جسمك بعد الشاور وبتثبت معاكي فتره طويله قوي. وعشان كده بقول لكم مش لازم عشان نكون نضاف وريحتنا دايما حلوه نشتري حاجات غاليه، ممكن نشتري حاجات رخيصه وبسعر معقول وبرده هتدينا نفس الافكت بتاعت الحاجات الغاليه. وبرده من الحاجات الاساسيه اللي لازم تكون عند كل بنت وهي الليب بالم والفازلين. عايزه اقول لكم الليب بالم دي ما بتطلعش بره شنطتي، لازم تكون في شنطه كل بنت. احيانا لما بناكل بره او بنشرب نحس احيانا ان احنا شفايفنا ناشفه او محتاجه ترطيب، الليب بالم دي لازم تكون عند كل بنت. والفازلين ده بحطه كل يوم قبل ما بنام. عايزه اقول لكم للبنات اللي هي حوالين شفايفها او شفايفها سمرة شويه تستخدم الفازلين ده كل يوم لمده مثلا شهر او شهرين. بجد عن تجربة بيفتح الشفايف وبيفتح حوالين الشفايف، استمروا عليه لمدة شهر او شهرين وبجد هتدعوا. وطبعا من الحاجات الاساسية اللي لازم تكون عند كل بنت وهو مرهم فيسيكورت. اظن كل البنات عارفين استخداماته ايه يعني، بس هقول يمكن حد مثلا ما يعرفش. انتوا عارفين الحباية اللي بتطلع قبل المناسبة بيوم او بتطلع قبل المناسبة بكام ساعة دي؟ فيسيكورت ده هو حلها. بتاخدي مثلا حتة مرهم كده وتحطيها على مكان الحباية وهو بيخفيها في اسرع وقت. فبصراحة المرهم ده مهم جدا لكل البنات لاننا كلنا تقريبا بنتعرض لنفس الموقف. والمرهم ده موجود في كل الصيدليات وسعره حوالي 30 جنيه. ده من الحاجات الاساسيه اللي لازم برضو تكون عندك. وبرضو من الحاجات المهمه اللي لازم تكون عندك وهي اي كريم، يعني كريم مرطب لمنطقه تحت العين. الكريم ده بصراحه مناسب جدا وسعره مناسب بالنسبه لحجمه، بيقعد معايا فتره طويله وبيرطب وبيشد كده منطقه تحت العين. يعني احيانا ببقى مثلا رايحه مناسبه وتحت عيني كده بيبقى مسمر شويه او مرهق شويه، الاي كريم ده من ايفا بيعالج المشكله دي وبيخليكي تحت عينيكي كانك مصحصحه كده. وهو ده شكله.
لو حد عايز يجيبه، هو سعره تقريبا من 70 ل100، مش فاكرة قوي بصراحة، بس هو مناسب جدا بالنسبة لسعره وبالنسبة لحجمه. واخر حاجة معايا وهي التركيبة دي انا عملتها من خلال فرجتي على التيك توك والانستجرام. انا هقول لكم في الاول مشكلة شعري كانت ايه. شعري من زمان وهو دايما لما بسرحه بيقع يعني كمية كبيرة. رحت الدكتور وحللته وكل حاجة، وساعتها ادتني علاج وادتني شامبو وادتني حاجات كتير كده، كنت بنتظم عليه. كان بيوقف التساقط بس ما كانش بيوقفه نهائيا، يعني كان بيوقفه نسبة بسيطة، وبعدين لما بوقف العلاج ده كان بيرجع يقع تاني. فساعتها قلت خلاص بقى، وخلاص مش مهم ادام بيطلع شعري تاني، فخلاص مش مهم اللي يقع. فانا لما شفت بنات كتير على التيك توك بتعمل التركيبه دي، كانت حوالي من شهر او من شهرين، ساعتها بصراحه اتشجعت وقمت عملتها. تقريبا تالت علبه ليا. انا عايزه اقول لكم الموضوع ده فرق معايا جدا بصراحه. هو مشكلته الوحيده بس معايا ان هو بينشف الشعر شويه. انا عايزه اقول لكم ان هو ما وقفش التساقط عشان ما اكدبش عليكم، كميه الشعر اللي بتقع تبقى قليله جدا. هو ده بيبقى روزماري على قرنفل على زيت نعناع، بتغليهم كلهم مع بعض كميات متساويه. الميه بتاعتهم بتحطيها في بخاخه بس لما بتبرد، وبعدين بترشي منها. يعني انا مثلا باخد شاور وبطلع بسرح شعري وبحط الزيت او البلسم او السيرم بتاعي وبظبط الدنيا خالص، وفي الاخر خالص برش التركيبه دي على الفروه كده من فوق، وبقعد ادلك فيها شويه، مش بغسله ولا اي حاجه. بحطها مرتين في اليوم، بحطها اول لما اصحى من النوم ولما بنام. انا عايزه اقول لكم بصراحه الموضوع ده فرق معايا جدا. انا مش عارفه ممكن يفرق مع بنات تانية ولا لا، بس جربوه مش هتخسروا اي حاجه. وبكده اكون خلصت فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ما كنتش رغيت وطولت عليكم. هستنى برضو دعمكم وتشجيعكم وكومنتات كتير حلوه زي ما انا متعوده. يلا باي باي.